السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قرارات وزارة التربية والتعليم. بنقدم لكم جميع القرارات لجميع الصفوف ولجميع المراحل التعليمية أول بأول، فتابعونا علشان تعرفوا كل جديد. لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تشترك، وكمان أيضا تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الإشعارات بكل الفيديوهات الخاصة بجميع القرارات التعليمية. وكمان ما تنساش لايك وشير للفيديو علشان نكمل بمشيئة الله تعالى. أول مرة هنتكلم على نماذج الامتحانات، هنتكلم على الامتحانات لجميع الصفوف. زي ما عارفين بإذن الله تعالى يوم أو بداية من شهر مقبل بإذن الله هيكون بداية امتحانات فصل الدراسي الأول بعد انتهاء ترم كان طويل جدا، ولكن الحمد لله انتهى على خير بتكافؤ الجميع وبتكافؤ المنظومة التعليمية. وعلشان كده طبعا زي ما انتم عارفين إن أولياء الأمور ينظرون نماذج الامتحانات، والامتحانات هذا العام هتكون مطابقة تماما لامتحانات العام الماضي، لأن للأسف طبعا الإشاعات بتشكل كبيرة جدا جدا جدا، وأخبار بتقول إن الامتحانات بتكون امتحانات مجمعة وضع الحدث عن إلغاء الامتحانات. الكلام ده غير صحيح على الإطلاق، طبعا ليس له أساس من الصحة. امتحانات الفصل الدراسي الأول هتكون مثل العام الماضي، وهتكون كالمعتاد جميع الأسئلة هتبقى موجودة إن شاء الله من علل وأكمل واختر وضع علامة صح واكتب المصطلح أو ما المقصود، وطبعا ماذا يحدث. لكن طبعا الامتحانات هتكون بابل شيت أو اختيار من متعدد في امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، اللي هتكون امتحاناتهم امتحانات إلكترونية، وطبعا جزء منها هيكون امتحانات ورقية بمشيئة الله تعالى. أما الصفوف الأخرى فامتحاناتها مش هيكون فيها أي تعديل على الإطلاق، وإن شاء الله هننزل لكم نماذج امتحانات هنا على قناة وزارة التربية والتعليم بمشيئة الله، القناة الخاصة بكل قرارات لجميع الصفوف ولجميع المراحل، دايما خطوة بخطوة مع أولياء الأمور بمشيئة الله. وبندعو أولياء الأمور إنهم يتابعوا جميع النماذج اللي بنزلها أو اللي بينزلها جميع المدرسين، لأن طبعا دي طبعا مهمة جدا جدا جدا، وشكرا لكل المدرسين اللي بيبذلوا مجهود كبير جدا 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 عشان يكونوا مع أولياء الأمور أول بأول. الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه هو مواعيد الامتحانات وصفوفنا. زي ما انتم عارفين ان الامتحانات ان شاء الله هتبدا من شهر مقبل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثانوي، لكن يجب على اولياء الامور والطلاب ان يدركوا ان الامتحانات مش هتكون موحده على جميع المحافظات، الامتحانات هتكون موعدها مختلفه. لكن طبعا من 4 يناير المقبل ستبدا بعض المحافظات امتحاناتها، لكن نقدر نقول ان موعد الامتحانات هتكون الاجازه ان شاء الله هتبدا في موعد واحد، علشان بالتالي ما عارفين هتبدا يوم 11 فبراير المقبل. ولكن نقدر نقول ان بشكل عام امتحانات الشهادة الإعدادية يعني في معظم المحافظات هتبدأ يوم 18 يناير المقبل وتنتهي يوم 24 يناير بمشيئة الله تعالى. أما موضوع امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، كان بعض المحافظات منزلة جداولها على إن الامتحانات هتكون قبل يوم 14 يناير، لكن تم صدور قرار ان الامتحانات بالنسبة للصف الاول والثاني الثانوي هتكون بداية من يوم 14 يناير. ده هيكون على جميع الصفوف او على جميع المحافظات بالنسبة للصف الاول والثاني الثانوي. اما طبعا الموضوع الاخير ان احنا بنوجه رسائل لاولياء الامور وبنقول لهم اطمنوا وما تقلقوش، ان شاء الله الايام اللي جاية هتكون خير. وطبعا الوزارة بتبذل مجهود كبير جدا 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 في إسعاد أولياء الأمور، وطبعا محاولة إيجاد حلول ليهم، علشان طبعا هما نقدر نقول هما حلقة الوصل ما بين أولياء أو الطلاب وما بين المدرسة، ركن أساسي وشريك أساسي في العملية التعليمية لا يمكن الاستغناء عنه على الإطلاق. الوزارة إن شاء الله بإذن الله بتبذل مجهود كبير بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ودايما إن شاء الله متفائلين في ما هو قادم. تابعونا علشان تعرفوا كل جديد أول بأول على قناتكم قرارات وزارة التربية والتعليم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.